عارف انت الشباب اللي بيبقوا قاعدين جنبك على القهوه وانت بتتفرج على ماتشات اليورو وتلاقيهم عمالين يقولوا ان البرتغال هتاخد اليورو عشان كريستيانو يفرح، وطبعا انت في سرك بتقول العيال دي دماغها فاضيه ولا ايه؟ طب انا عاجل سايكو ولا ايه؟ خليني احطك في موقف قريب من ده. تخيل نفسك دكتور في احد المستشفيات في فرنسا، يجي لك راجل عنده 44 سنه بيشتكي من ضعف بسيط في رجليه، شكوى عاديه جدا، تعمل اشعه على رجليه تلاقيها سليمه ما فيهاش مشكله، فتقول خلاص يمكن الموضوع اعصاب، فتتفاجئ لما تعمل له اشعه على المخ. وعشان تفهم انت ليه هتتفاجئ، ده منظر الاشعه الطبيعي، المخ اهو مالي الجمجمه ولونه ابيض وحلو. دي بقى كانت اشعه الراجل ده كان عايش من غير 90% من كتله الدماغ، والغريب انه عايش حياه طبيعيه جدا، ده داخل لك المستشفى على رجله، ده كمان على فكره كان متجوز ومخلف 2، ولما عملوا له اختبار ذكاء جاب 84 وده اقل من المعدل الطبيعي، يعني حاجه بسيطه قوي. يا راجل ده انا اعرف ناس دماغهم سليمه ويجيبوا اقل من الرقم ده، وده يثبت لنا قدره المخ الرهيبه على التكيف، بالرغم من ان الراجل ده دماغه فاضيه بحق وحقيقي ما قالش ان البرتغال هتاخد اليورو. فالمره الجايه اللي تقعد فيها على قهوه تشوف ناس تشجع البرتغال، افتكر انك تديهم بصه من ورا النضاره.